الكابتن خالد الغندور قال ان الزمالك مع الاهلي كان يوم 26، ما من هنا ياتي تأجيج المشاعر، مع احترامي للكابتن خالد يعني صديق عزيز وانهينا الخلاف تماما، ولكن انا عايز اعلق على ده. قال الاهلي لعب يوم 26 في الدور الثاني، وبيراميدز والاهلي لسه ما لعبوش مع بعض ولا دور اول ولا ثاني، واحنا داخلين على شهر 7. ايه المنافسه العادله دي؟ عايزين نفهم لجنه المسابقات بتخطط للدوري وعداله المنافسه ازاي. بعد كده قال لك كل العالم الموسم عندهم الدوري والكاس والرابطه يبدا 2023 ينتهي 24، عندنا لغايه 25 منذ اكثر من 5 سنوات هذا الكلام. بس عايز اقول للكابتن خالد الغندور يعني لازم تكلم الناس عشان تاخد معلومات، لانك انت قيمه كبيره. اولا الازمه دي اللي صنعها اتحاد ما كانش فيه لا عمر حسين ولا الناس اللي موجوده، اتحاد 19 واتحاد ده كان عمرو الجنايني وفضل والمجموعه وحسام الزناتي، وبعد كده اتحاد احمد مجاهد اللي كان بيدير الدنيا كلها حتى البوفيه. كابتن خالد بيطالب ان الزمالك يروح ماتش القمه وما ينسحبش منه، اخر حاجه كتبها